خد بالك الميكانيكي ده يخرب بيتك لو فضلت ماشي وراه، ولو عندك رعشه في العربيه خد بالك هيقول لك غير تيل وطنابير، وتغير يا عيني وتمشي اسبوع وترجع تاني يقول لك التيل والطنابير برضه باظ، وفي 3 شهور بس تغير التيل والطنابير اكتر من مره وتوصل لضعف سعرهم في التوكيل. وليه من الاول؟ تعال اقول لك تعمل ايه. لو عندك رعشه في دوسه الفرامل اهم 3 اسباب ممكن تراجعهم قبل ما تغير تيل وطنابير. اول حاجه تعمل معاك كده الكليبر او جهاز الفرامل، لو الصباعين بتاعهم قافشين مسافه ما تحط رجلك على الفرامل او شلت رجلك هتفضل قافشه تفضل دايسه، فكده العجل يسخن. تاني حاجه السره او المركز اللي بينزل عليه الطنبور لو غير مستوي هيخلي طنبوره تتلوح، حتى لو غيرت 20000 طنبور هيفضل العيب موجود. اخر حاجه التيل والطنابير لازم تجيبهم من شركه محترمه، وبمجرد ما تامن اول حاجتين اتكلمنا عنهم ممكن تبعت لنا بياناتك ونوضح لك ايه افضل شركه في التيل والطنابير. وما تنساش تسال على عروض ال 20% من شركه مكه. وبكده خلصنا، والعنوان ما يتوهش، مانيال شيحه شركه مكه امام فرع فودافون. مستني ادخل ابعت لي وابعت لك كل حاجه تخص عربيتك. ما تنساش تسال على خدمه التركيب وتستلم عربيتك من اوتو زد.